محمد هاني مش يعني والله العظيم الواحد احتار في امر محمد هاني، مش عارف الراجل. يا جماعه المديرين الفنيين كلهم بيلعبوه، المديرين الفنيين كلهم بيعتمدوا عليه، كابتن حسام حسن في المنتخب بيعتمد عليه، والراجل بيعتمد عليه، وقبل كده قبل كده كولر بيعتمد عليه، وقبل كده موسيماني بيعتمد عليه. مش عارف هو احنا شايفين الموضوع غلط ولا محمد هاني امبارح كان مش طبيعي. والله العظيم محمد هاني امبارح ما كان طبيعي. الجبهه اليمين كانت مخترقه تماما، الراجل حتى على مستوى الهجومي لا يعني كان عمل اخطاء صعبه جدا امبارح. وضربه جزاء اشك في صحتها، اشك في صحتها. ودايما دايما احنا بنلعب مع التوانسه او بنلعب مع المغاربه، دايما بتشوف فيه ظلم تحكيمي للنادي الاهلي. ولكن احنا عندنا ماتش عوده، عندنا ملحمه قويه جدا، صحيح فاقدين الجمهور بتاعنا، ولكن كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي، كلنا هندعم لعيبه النادي الاهلي علشان البطوله دي. ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش النجوم اللي موجوده دي في النادي الاهلي وما تاخدش البطوله. ده احنا قبل الموسم ما يبدا قلنا هناخد الاخضر واليابس، قلنا هناخد الاخضر واليابس، ولكن ده لم يتحقق. لعيبه النادي الاهلي لم يحققوا ذلك، لعيبه النادي الاهلي في حاله توهان، لعيبه النادي الاهلي في حاله سرحان.